شوف حضرتك، الاستشكال دايما بيتعمل او بيتخذ اجراء بالاستشكال لما تكون انت عايز تفوت على حد فرصه ان هو يستفيد من الحكم الحاصل. نعم. كلنا نعلم ان احكام مجلس الدوله القضاء الاداري تحديدا لا يجوز الاشكال عنها. نعم. لكن بيسارع البعض بتقديم اشكال لتعطيل الحكم الحين مرور اليوم اللي هو يتم فيه الانتخابات. صحيح. لغايه اجراء الانتخابات، وده اللي تم بالفعل. فبالتالي هو الاستشكال كان مقدم عشان يوقف التنفيذ. المفروض ان كان يتعمل قصاده اشكال من اللي هو عبد السلام اسمه الاستمرار في التنفيذ. تمام. فاللي حصل ان هم عملوا الاستمرار في التنفيذ بعد ما اجريت الانتخابات، فاصبح الاستشكالين ما لهمش اي صدى، يعني الاثنين ما بقاش لهم لان الانتخابات اجريت بالفعل بدون وجود اسم اللي هو محمد عبد السلام. أيوه. وبالتالي فقط اثنين قيمتهم الاشكاليه. طيب. اما فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعه اللي هي مستعجله بايقاف تنفيذ نتيجه الانتخابات وما ترتب عليها من اثار، وفي ده من ناحيه الشق المستعجل. اما في الشق الموضوعي الغائها، فده اللي منصور قدام محكمه القضاء الاداري، ودي جلستها 12/2، ودي اللي مرفوعه مني انا واللي هو محمد عبد السلام والدكتور المشهد. دي 12/2 للنطق بالحكم ولا لسه جلسات؟ لا حضرتك مش للنطق بالحكم، احنا كنا الزمنا الجهه الاداريه اللي هي اتحاد الكوره بتقديم ما تحت ايديها من محضر اجتماع الجمعيه العموميه، ويعني كافه الاوراق اللي تمت في الانتخابات. ايوه. تم من ضمنها جميع التفويضات. اتحاد الكوره قدم لنا التفويضات، صور التفويضات كامله، لكن المجلس القومي للرياضه كان المفروض كنا طالبين منه حاجه مهمه جدا، وهي تشكيل مجالس ادارات الانديه اللي على اساسها نشوف هل العضو ده اللي فوت في الانتخابات هل له صفه العضويه؟ نعم. ام ولا ما لهوش صفه؟ لو ما لهوش صفه يبقى تصويته باطل. نعم. وده احنا حصرناهم لانهم لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دول حوالي 9 انديه. ما لهمش حق التصويت، لان اللي بيمثلوهم في الجمعيه العموميه مش اعضاء مجلس اداره ولا رؤساء انديه. طب. وعلاوه بقى على اللي قلته لحضرتك قبل كده، كانت في مداخله سابقه ان احنا بنطعن على بطلان الانتخابات بالكل بسبب ان اللجنه الانتخابيه اللي تم تقديم اوراق الترشيح ليها اساسا هي باطله. ليه باطله؟ هي مكونه من 4 اعضاء. الاستاذ محمد عادل نادي مقاولين العرب ما كانش عضو مجلس اداره، يعني كان سابقا، لكن في وقت اجراء الانتخابات ما كانش عضو مجلس اداره. نعم. الاستاذ عادل مبروك عمره ما كان عضو مجلس اداره لنادي الكروم، كان دايما هو سكرتير النادي. الاستاذ محمود الجياركان رئيس مجلس اداره النادي او عضو مجلس اداره نادي عمال المنصوره، ثم انسحبت منه العضويه بعد الانتخابات اللي فاتت، فبالتالي ملوش صفه العضويه. واللائحه محدده ان لازم يكونوا اعضاء اللجنه الانتخابيه عضو او رئيس لاحد الهيئات اللي موجوده في طب سؤالي دلوقتي، كلام بيتردد، استاذ اسامه بيقول انه على هامش بطوله العالم للانديه في اليابان كان موجود بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، وكان موجود استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، والسيد هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وحصل اجتماع ثلاثي، وانه بلاتر اكد انه ما فيش حاجه اسمها احكام قضاء اداري، ولو في اي احكام قضاء اداري لا يمكن ان تنفذ على الاتحادات الاهليه. شوف حضرتك، هقول لحضرتك حاجه، انا هدي لك مثال بسيط يا كابتن شوبير. اتفضلي. لو النهارده احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد ارتكب مخالفه ماليه، هنحيله لنيابه الاموال العامه ولا هنحيله للفيفا؟ نحيله طبعا اموال عامه. طيب هسألك سؤال تاني برضه، لو 2 اختلفوا مع علاقتهم في نادي هنروح فيهم لفين؟ ده للفيفا. شوف حضرتك بقى اهو، ده الفرق بين الاثنين. الاجراءات الاداريه وفيما يتعلق بكافه القوانين المصريه لا دخل فيها ولا للفيفا ولا سلطان عليها. اما فيما يتعلق بقواعد اللعبه، وهي ان احنا الناديين اختلفوا على قيد لاعب، حجم الكره ومقاسها بالنسبه للماتشات، عرض القانوني او مقاساته القانونيه سليمه ولا مش سليمه مطابقه للاتحاد الدولي ولا لا. بس اللائحه بتاعت اتحاد الكوره بتقول كده، لا يجوز اللجوء للقضاء، اللائحه بتقول كده. حضرتك اللائحه حتى لو مكتوب فيها كده، حضرتك لا مكتوب في اول بند في اللائحه انها خاضعه للقانون المصري، لائحه الاتحاد. اذا انتوا مستمرين، حضرتك مستمره واللي هو محمد عبد السلام مستمرين. ايوه نقول ان الفيفا ما هياش دوله ثانيه داخل الدوله المصريه. الفيفا بتتعلق احكامها فيما يتعلق بقوانين اللعبه، ودي منصوص عليها في الماده 7 يعني بس يعني انت حضرتك مستمره في القضيه، واللي هو عبد السلام مستمر في القضيه، واظن الدكتور كرم والدكتور كرم كردي رفع قضيه هو كمان تقريبا في نفس الجلسه معانا. في نفس الجلسه. تتوقعي تاخد قد ايه القضايا دي في المحاكم؟
يعني الجلسه اللي جايه هنطلب حجزها للحكم، لان هيكونوا هم قدموا المجلس القومي للرياضه يقدم لنا اعضاء وزاره الرياضه اللي عنده وزاره الرياضه مقدم لنا اعضاء مجالس ادارات الانديه اللي عنده اللي اشتركت في الانتخابات اللي احنا حاصلين منها لغايه دلوقتي 9 قدمناهم في شكل صور غير رسميه، يعني صور مصوره ضوئيه. الحقيقه الاتحاد المصري جحدوا ان احنا عايزين اصول، فطلبنا اصولهم من المجلس القومي للرياضه او جهاز الرياضه او رئيس الوزير الرياضه، بالتالي هم يقدموهم في 12/2. بعد تقديم 12/2 يطلب حجزها للحكم، واعتقد انها مش هتاخد اكثر من جلستين. سيده ماجده الهلباوي اشكرك شكرا جزيلا. يبقى الوضع متوتر يا اسامه، يعني زي ما هو انه زي ما قالت انهم مكملين في القضيه وانه مش